عملت كل حاجه غلط ممكن تتخيلها الا حاجه واحده بس، عمري ما كنت واحد صاحبي. مساء الفل يا حلوين. في اغلب الافلام بنلاقي البطل ليه صاحب، من خلاله بنعرف تفاصيل البطل وبنعرف افكاره. يا رفعت يا حبيبي فهمني، انا فين وهي فين، انت بتحبها. ومن غيره الفيلم بيبقى ممل وممكن يقع. واكتر اصحاب بتحبهم وبتصدقهم في الافلام هم اللي بيكونوا اصحاب فعلا في الحقيقه، زي مثلا كريم عبد العزيز وماجد الكدواني. ربنا يحميه ويحفظه ويديمها عليه نعمه يعني، ويديمه نعمه في حياتي. لا هو اللي نعمه في حياتي. ماجد اخويا وصاحبي وحبيبي. وزي عادل امام وسعيد صالح. يمكن اكتر صداقه امتدت بيني وبين بني ادم كان مع سعيد صالح. تفرق لو انا عملت صديق عادل عن حد تاني، مين صاحبي فعلا. وده بيبين قد ايه ان الصاحب او الصداقه مهمه في حياتنا. مره لقيت الفيسبوك بيقول لي ان النهارده عيد ميلاد صديقك فلان. ما هو انا وفلان من ضمن 2000 او 3000 شخص الفيسبوك بيقول علينا اننا اصدقاء. وللاسف دي من الحاجات اللي ضيعت معنى كلمه صداقه. ما هو احنا فعلا ما نعرفش بعض خالص، لان الصداقه مش كده. ايه يا عم الهزار ده؟ ايوه يا جماعه، بس مش لدرجه المقالب. طب على كده بقى الصحاب ممكن يزعلوا من بعض؟ كل حاجه ممكن تحصل بين الصحاب، لكن في الاخر مهما حصل بيفضلوا اصحاب. بس ده طبعا لو هم فعلا بجد اصحاب. الصداقه علاقه بتكون فيها على طبيعتك من غير تمثيل ولا تزويق. الصداقه بتخليك تحكي لصاحبك حاجات ما ينفعش تحكيها لحد غيره. 8 ساعات على التليفون. الكلام بيجيب بعض. في الصداقة بتسمع وتهتم وتتفاعل. في الصداقة بتبقى مرتاح. أنا قدامك صافي كتاب. في الصداقة مش مهم بتتقابلوا قد إيه، المهم اللي بينكم قد إيه. آخر مرة اتفقنا نتقابل وتقابلنا بالفعل كان من 3 أشهر. 3 شهور ايه يا ابني؟ في الصداقة ممكن تبقى راجل كبير وشخصية مهمة، لكن مع أصحابك بتبقى زي الطفل فرحان وبتهزر وممكن توصل للتفاهة واللذاذة. حتى لو راكبين فيراري أنا صاحب بالتقدير، حتى لو أركب بأتاري الدنيا أتاري. وخلي بالك في علاقات بتبقى أحلى وأقوى لما بتديها صحوبية سيكة، زي علاقتك بابنك أو بنتك أو زوجتك أو أخوك أو زميلك في الشغل أو أي علاقة عموما. لو فيها شوية صحوبية فعلا هتبقى أحلى بكتير. ممكن يبقى ليك زمايل كتير ومعارف كتير وبينكم محبة ومواقف حلوة ومجاملات، لكن صاحبك حاجة تانية. صاحبك هو اللي بيحبك بدون مصلحة، هو اللي بيخاف عليك وبيهمه مصلحتك، هو اللي بيسمع لك باهتمام وبدون نصايح ووجع دماغ، هو اللي بيجري وبيقف جنبك في كل أزماتك، هو اللي بتتكلم معاه من غير ما تخاف يفهمك غلط. محدش هيمسك على حد حاجة. دي ثقة مفتقدينها دلوقتي. وهو اللي ممكن يحس بيك حتى من غير ما تتكلم، هو اللي لما تقابله بتعرف تجري وتلعب وتضحك من قلبك، هو اللي بيفهم هزارك، وهو اللي في الكوارث يقدر يضحكك. شفنا أيام سودة كتير. احنا هناكل علقة. تعرف ان احلى حاجة في صاحبك ان انت اللي بتختاره مش بيتفرض عليك. محظوظ فعلا اللي ليه صاحب بجد. لو عندك صاحب جدع ابعتها له. ما تنساش بقى تشترك في القناة عشان تشوف الحلقات اللي جاية، وبقى اتفرج على الحلقات اللي فاتت. سلام. صاحبك اللي بجد هو في ظهرك وعمره ما يقولك سلام. الصحاب مش بالكلام ولا بكترة سنين وايام، لو في ايه عايزه تلاقيه يسندك تسند عليه.